سلام عليكم. بقيادة المغربي عموتة، الأردن يطبع التاريخ ببلوغ نصف نهائي كأس آسيا. فاز المنتخب الأردني بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة على نظيره الطاجيكي بهدف نظيف في ربع نهائي كأس آسيا 2023، ليحقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق بالتأهل إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخه. جرت المباراة على ملعب أحمد بن علي المونديالي في مدينة الريان القطرية، وتميزت بالندية والحماس بين الطرفين منذ البداية. سعى كل من المنتخبين إلى تسجيل هدف مبكر يضمن له التقدم والحفاظ على النتيجة، لكن دون جدوى. واجه الفريقان صعوبة في الوصول إلى شباك بعضهما البعض، بسبب التنظيم الدفاعي الجيد والتصديات الرائعة من قبل الحارسين. انتهت الجولة الأولى بالتعادل السلبي، بينما استمرت الإثارة في الجولة الثانية. وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح منتخب الأردن عند الدقيقة 66 عن طريق اللاعب عبد الله نصيب، ليضع النشام في المربع الذهبي. وحافظ لا دن على تقدمه حتى نهاية المباراة، ليحقق إنجازا استثنائيا يضاف إلى تاريخه الرياضي. يعتبر هذا التأهل إنجازا تاريخيا للمنتخب الأردني، كونه لم يسبق له الوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا من قبل. كما أنه إنجاز هام للمدرب المغربي الحسين عموتة الذي قاد المنتخب الأردني إلى هذا الإنجاز الكبير. وينتظر منتخب الأردن الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا، والتي تقام اليوم في تمام الساعة 4:30 بتوقيت المغرب. سية كبرى للاعب الجزائري رياض محرز. فجرت صحيفة ميرور البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل حول ريتا جوهال، زوجة الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي. وذكرت الصحيفة البريطانية أن جوهال شوهدت جالسة في 23 من أغسطس الماضي مع الملاكم الأمريكي ديونتاي ويلدر، 34 عاما، في ملهى ليل يحظى بشعبية كبيرة بين لاعبي كرة القدم في مدينة مانشستر. كان هناك انسجام واضح بين الثنائي أثناء الأمسية، بحسب ما أفادت به مصادر للصحيفة. وأضافت الصحيفة أن محرز البالغ 28 عاما أصيب بصدمة كبيرة لدى سماعه بأن زوجته قضت أمسيتها على مائدة ويدر في الملهى الليلي. جدير بالذكر أن ريتا، 25 عاما، بريطانية من أصل هندي، وتزوجها محرز في أغسطس عام 2015، وأنجبت منه ابنتين. هل يشارك المنتخب المغربي في كوبا أمريكا؟ زعمت مجموعة من التقارير عن تلقي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم دعوة للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا. وتشير التقارير ذاتها أن اتحاد أمريكا الجنوبية كومنبول اقترح على الجامعة المغربية المشاركة بمنتخبه الأول في بطولة كوبا أمريكا الصيف القادمة. أصبح يبادر للهجوم ويشكل خطرا على مرمى الحارس بونو. عدم المجازفة. ظل الركراكي وفيا لنفس النهج في جميع مباريات الكانا، وحتى في ظل غياب الجناحين سفيان بوفال وحكيم زياش، لجأ الناخب الوطني إلى التغييرات الكلاسيكية، بالاعتماد على عبد الصمد الزلزولي وأمين عدلي، دون مجازفة أو إحداث تغيير على الشكل العام للأداء. انتظر الركراكي حتى تقدم منتخب جنوب إفريقيا في النتيجة، ليرمي بورقة إسماعيل الصباري في خط الوسط عوض سليم أملاح، إلى جانب الدفع بأيوب الكعبي إلى جانب يوسف النصيري لإحداث زيادة هجومية. إدراك حجم المنتخب المغربي قاريا. من أهم الدروس التي يمكن استخلاصها من مشاركة المغرب في كأس إفريقيا في كوت ديفوار، إدراك الحجم الحقيقي للمنتخب الوطني على الصعيد القاري. يملك المنتخب المغربي لقبا يتيما توج به سنة 1976، مثله مثل منتخبات كجنوب إفريقيا وزامبيا وتونس، والتألق في المحافل الدولية وبلوغ نصف نهائي كأس العالم، لا يعني بأي حال من الأحوال أن المغرب سيتسيد كرة القدم الإفريقية، بخصوصياتها ومميزاتها التي تختلف كليا عن مجابهة منتخبات من أوروبا وأمريكا.
بثنائية. جنوب إفريقيا تطيح بأسود الأطلس من كأس إفريقيا. ودع المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الثلاثاء الماضي مسابقة كأس إفريقيا بعد الهزيمة في دور 8 نهائي أمام جنوب إفريقيا ب2-0. وجاء الهدف الأول لمنتخب البافانا عن طريق إيفيدنس ماكوجوبا عند الدقيقة 57، وذلك بعدما سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لم يستطع ياسين بونو التصدي لها لتسكن الشباك. وأتيحت فرصة العودة في المباراة للمنتخب المغربي عند الدقيقة 84 بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح المهاجم أيوب الكعبي، لكن لم ينجح أشرف حكيمي في تسجيلها. وفي الوقت الذي كان يبحث فيه المنتخب المغربي عن هدف للعودة في النتيجة، تمكن منتخب البافانا من إضافة هدف قاتل عند الدقيقة 94 بعد تسديدة قوية من تيبوه موكوينا من ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء هزت شباك بونون.